ما احنا في كلام فرحه لازم يعني نذكر لكم بعضا من ايه مما يدخل على القلب السرور في قوه نسائنا في السلف الصالح، ولكن بالحق. هند اجبرت على الزواج من الحجاج بن يوسف، فلما عاشت معه اياما ظنت انه في البيت سوف يكون رقيق الحال. اتاري الرجل خارج البيت غليظ القلب، وداخل البيت اكثر غلظه. فخرجت مره بعد ان يعني اغتسلت، جلست امام المرآة تمشط شعرها وتدندن مع روحها يعني، ولا تدري ان الحجاج خلفها يسمعها وهي لم ترى. قالت: وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل. عزكم الله. تحللها يعني تزوجها. وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل، فان انجبت مهرا فلله درها، وان انجبت بغلا فمن ذلك البغل. اذا بها ترى في المرآة من؟ الحجاج، الله يرضى عليه، الحجاج. فمن كبره وكبريائه ابى ان يطلقها في المجلس، وذهب الى مجلس الحكم ونادى خادما له عبد ولكن بليغ في اللغة، قال له: يا غلام اذهب الى هند وبلغها انني طلقتها في كلمتين اثنتين، لو اخبرتها بالثالثة لفصلت رأسك عن جسدك. طب بالله عليك كلمتين يعني لو قال لها ان الحجاج يقول، خلصوا الكلمتين صح ولا لا؟ ابلغني الحجاج ان الكلمتين خلصوا برضه. قال لي الحجاج، صح ولا لا؟ فدخل عليها الغلام، شو التعليم. قال لها: كنت فبنتي. كنت ايه؟ زوجة. فبنتي يعني ايه؟ اصبحت طالق. هي ردت عليه قالت: كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا. يلا. كنت زوجة ما شعرنا بالفرح زي كثيرات من هند في البيوت الان. كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا. طارت الاخبار على وجه السرعة الى دمشق، وصل الخبر لعبد الملك بن مروان، فقال: يا الله، من هند هذه؟ انتظر امير المؤمنين الى انقضت العدة وخطبها امير المؤمنين، واذا بهند تشترط بزواجها من امير المؤمنين شرطا ان يجر لها خطام الناقة لكي يبني بها امير المؤمنين في دمشق، يجر الناقة من البصرة الى دمشق الحجاج نفسه. واياك ان تعادي من اذا استطاعت صنعت. ده بس باب التنبيه يعني، وانت فاهم وانا فاهم. سبحان الله، ما تعمليش يعني حجاج ده. شوف الحجاج بتعمل في ايه؟ انت ميزان حجاج، الله يرضى عليك ويفرحك بالرضا ان شاء الله وبالقناعة وبالهدوء. لان الحرمة التي اشتكت لزوج، بتشتكي من زوجها، تقول له: يا ستار 20 سنة زواج يا شيخ، ده انا لو تزوجت ابليس كان احسن منك. قال لها: لا يجوز. قالت له: يجوز. لا يجوز زواج الاخ باخته، ما ينفعش. سبحان الله، ده زواج محارم. لا اله الا الله. ما احنا لما نبتدي نخبط في بعض هنقول كلام مش حلو، صح ولا لا؟ اوعى تروح البيت زوجتك تقول: قال ايه الشيخ عمر؟ قال: ما خلاص، ما انت تاريخ اخت فلان وانا مش عارف. لا حبيبي، الله يرضى عليك، استر عليا، وانت بعد ما تخرج انا ماشي بكره ان شاء الله، وانت حر باذن الله. المهم، عبد الملك بن مروان اصدر فرمان بان الحجاج يقود ناقة، خطام ناقة هند اللي هي تعتبر من الان؟ زوجة من؟ امير المؤمنين. ركبت الناقة، فاول ما ركبت هند الهودج القت على الارض دينارا من ذهب، ونادت على من؟ على الحجاج: يا غلام. يا الله، يا الله على الافتراء عندما يفتري العبد في اخيه. المهم: ناولني هذا الدرهم. فامسك الحجاج الدينار وناولها. قال: يا سيدتي، هذا دينار، ده مش درهم.
قالت الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارا. خلي بالك من الكلام. من نار